السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ نصلي على سيد الخلق اجمعين ونترحم على موتانا وموتى المسلمين. هنكمل بقى الفيديو اللي احنا فيه في سوق التونس الحضري، وجيت على اهم حاجة انتوا عمالين تسألوني فيها، اسعار المبرد الصحراوي والبوتاجازات، وهنخلص ونخش على الثلاجات. عايزة اسألك اسعار المبردات دي ايه؟ اسعار المبردات دي بتبدا وهي كام لتر؟ من 5.5. بتبدأ من 5.5 في 80 لتر وفي 90 لتر. بتبدأ من 5.5 وفي 80 وفي 90. طيب والسعر اللي بعد من 5.5 كام؟ في بيبدا معانا من 6 200 جاك، بس ده خلصان والله من عندنا. يعني الجاك ده ب 6 و200. يعني انت اللي موجود عندك دلوقتي سعره عامل 5000 ونص بالظبط. 80 لتر. تمام. والصاروخ ده عامل كام؟ اللي هو هو برضه نفس السعر 5 ونص، وده في امكانيات عاليه شويه. ده امكانياته عاليه بالظبط. يعني 75 لتر. بالظبط. تمام. طيب عايز اسال برضو على اسعار البوتاجازات. نبدا بالاربع عيون الاول، سعره كام؟ ده عامل 4700. ده عامل 4700. في شوايه ولا فرن بس؟ كل حاجه. شوايه وفي لمبه نور. كل المواصفات هنا. تمام. يعني اربع عيون وشوايه وفرن ولمبه نور. سعره كام؟ ده 4700. 4700. في حاجه زي كده مصانع حربيه. مصانع الحربيه. 4 برضو؟ لا ده عامل 5200. لا اربع عيون قصدي. 4 عيون. 4 عيون. ده مصانع الحربيه عامل 5200. في حاجه طيب. الاهرام زي كده. ده الاهرام 5 عيون شوايه فرن لمبه شعاع ذاتي. ده عامل 5800 بس. ده عامل 5 سنين. ده عامل 5800 يا جماعه، ضمانه 5 سنين. في حاجه زي كده مصانع حربيه زي الاربعه. مصانع حربيه برضو 5 عيون. بس تمام. ده عامل 7200. 7200 برضو. شوايه وفرن ولمبه وكل كل حاجه. حاجة. تمام. واخر واحد ده؟ واخر واحد ده اسمه جلبال. جلبال عامل كام؟ ده عامل 7.5. عامل 7 ونص. بس ده حاجه عاليه يعني. عامل 7 ونص. ويقول ان هو يعني ايه، حاجه كويسه. طيب والغساله دي؟ ده مجفف. ده مجفف مش غساله. سعرها كام برضو؟ المجفف ده عامل 20 بس. عامل 20. ال جي يا جماعه سعره بره 28. والبوتاجازات دي سعرها بره بيقول لك معاد سعره بره اكتر كام؟ اللي ابو 7.5 بره بيبقى زياده 500 و700. فاهماني؟ تمام. لا احنا عارفين الاسعار هنا غير بره. بص بقى الثلاجات. طيب عايزين بقى نشوف الثلاجات الجديده، وبرضه نبص على المستعمل. في غسالات مستعمله. تمام. دي بقى الثلاجه الجديده صح؟ دي ثلاجه جديده يونيون اير 14 ادم. فاهماني؟ جديده بالكرتونه، لا فرز تاني ولا تالت. تمام. فرز اول ده يعني. عامله 17000 بس. 17000 يونيون اير 14 قدم. بس هنا ما عندناش منها الا واحده. طيب ودي لو لحبايبنا ومتابعينا كام؟ سعرها كام؟ هينزل كام طيب؟ 16 بس. سعرها يا 16 جماعه بس. 16000. 16000 سلمى شاكر. عشان 16000 بس. سعرها ده بعد هينزل الواجب. 1000 جنيه لو في حاجه بقى زي كده. في حاجه ثانيه؟ بوست هاوس. الثلاجه دي عامله جديده 50000. تمام. دي مستعمله يعني. عامله استعمال خفيف زي ما انا عارفه الاستعمال نظيف. الاستعمال هنا زي اسمه استعمال درجه اولى. بالظبط كده. عامله جديده 50. عندنا احنا ب 20 بس. دي يا جماعه عشان الاستاذه سلمى ب 18. ثلاجه فحاجه وايت ويل زي كده. بسم الله ما شاء الله. هي استعمال بس استعمال نظيف، استعمال درجه اولى. بيقول لك سعرها جديده عامله 50. بمتابعين وحبايب عشان هي استعمال نظيف درجه اولى. كام؟ ده عامله 20. لا وبعد الكرم 18000 يا جماعه. 18000. وفي حاجات تانية اقل على حسب النوع وحسب الموديل. نشوف الغسالات. الغسالات دي تبعك. نشوف الغسالات. بصي في حاجه ال جي زي كده. دي ال جي. ده عامله 35000 جديده. دي جديده ولا مستعمله؟ لا استعمال خفيف. ده استعمال خفيف خالص. ده استعمال خفيف. سعرها كام؟ عامله 20 بس. 20000 ال جي. استعمالها بيقول لك استعمال نظيف، يعني زيها حالتها بحاله الجديده. طيب واللي جنبيها؟ الاثنين اللي جنبها الواحده عامله فيهم 10. الواحده عامله فيهم 10. نوعهم ايه؟ جراند. دي شركه ايطاليه. جراند دي شركه واللي ايطاليه. جنبها شركه الزانوسي. اكيد اي حد عارف. واللي جنبها زانوسي. دي كام كيلو طيب؟ دي 7 ودي 5 ودي 8. دي 7 ودي 5 ودي 8. دي عامله 20. بصي ال جي. التيكت بتاعها لسه. ال جي عامله 20 استعمال نظيف درجه اولى بالتيكت بتاعها عامله 20. واللي جنبيها عامله تاني 10 و10. 10 و10. وفي بقى فوق اوتوماتيك. نشوف الغسالات اللي فوق اوتوماتيك.
اللي ادي جي الغساله اهي، دي اللي جي يا دي جماعه، بره زي ورقه التذكره ب 25. دي اللي جي يا جماعه فوق اوتوماتيك استعمال نظيف درجه اولى، يعني اعتبر بحالتها. عامله كام سعرها بره؟ ب 25. هنعرف والله بقى احنا السعر. بنطلب فيها 15 عشان استاذه سلمى يبقى ب 12 بس. دي يا جماعه من 15 سعرها 12 لمتابعين سلمى شاكر. تمام. واللي جنبها ده عامله احنا بنطلب 7 عليكم ب 6 ونص بس. ب 6.5. طيب دي نوعها ايه وكام كيلو؟ زانوسي 9 كيلو. زانوسي 9 كيلو عامله 6.5 يا جماعه. دي اللي جي 13 كيلو. ودي اللي جي اللي هي الاولانيه؟ 13. الاولانيه 13 كيلو. تمام. في حاجه زي كده الشيبه العربي 12 كيلو. دي توشيبا العربي 12 كيلو. احنا بنطلب فيها هنا 9 ونص. تمام. ليك انت ب 7 ونص بس. توشيبا العربي 12 كيلو 7.5 يا جماعه من 9. ده خمسات. ودي الاسعار بقى الاصغر عامله 5000 جنيه لمتابعين سلمى شاكر. تمام ماشي. الصودا منها لو عروسه حابه مثلا اه او زبون مثلا، احنا هنا عامه اللون اللون يعني بنجهز هنا عرايس. ما انا عارفه ان هنا العرايس بتيجي تتجهز من هنا. دي عامله كام؟ دي مقاسها اصغر، دي كام كيلو؟ دي 8 كيلو. هي 8 هي كيلو؟ البيضه. توشيبا. دي هي البيضه، دي هي السوداء السوداء بس الفرق. اللون ده عامله 5 ونص. دي عامله 5.5 توشيبا. 5 ونص. هي عامله 5.5 يا والبيضة جماعه منها توشيبا. عامله 5. والبيضة عاملة 5. استعمال، بس استعمال نظيف، اسمه استعمال درجة أولى، زيها زي الجديد، مفيش فرق بينها وبين الحالة الجديدة. شهر مع اي غسالة. تمام تمام ماشي. تسلم أسعارك جميلة. بص زي ما قلت لكم يا جماعه، انا لو قعدت يوم كامل الف مش هجيب السوق من اوله لاخره، في كل حاجه. بس انا الصراحه ما قدرتش اجيب كل حاجه النهارده، هنزل يوم تاني اعمل لكم جوله كامله على باقي الحاجات. في اوض نوم، في اوض اطفال، في كراسي مكتب، يعني لو حد بيجهز شركه وعايز مكتب، عايز كراسي، كل حاجه موجوده هنا، مستعمل وجديد. وزي ما قلت لكم المستعمل استعمال درجه اولى، ما فيهاش اي خدش، بوابات حديد. لو حد بيعمل مطعم، في كل حاجة موجودة، في كل ما تتخيلوه، حتى عدة الحدادة. لو حد عنده مشكلة في العربية وعايز يغير لها قطع غيار، موجود، كل حاجة موجودة. أنا لو قعدت ألف مش هعرف أصور لكم ده كله في ساعة ولا 2، فأنا محدودة بوقت معين من الدقايق. فان شاء الله باذن الله كده لو عجبكم الفيديو هنزل لكم يوم تاني بعد اسبوع او اسبوعين واصور لكم الحاجه اللي انا ما جبتهاش. حتى لعب الاطفال فيه، مراجيح، زحليقه، كل حاجه موجوده. انا قلت لكم تاني، هقول لكم تاني، انا فين؟ في سوق التونسي الحضري في البساتين. البساتين يعني لو انت جايه بعربيه هتخشي على اللوكيشن تجيبي، لو هتيجي مواصلات هتنزلي البساتين وتاخدي التوك توك هيجيبك لحد السوق. بجد والله العظيم ما هتخسروا. الابواب اللي انا جبتها لكم، الالمونتال اللي سالت عليها انا بره، رحت اعمل واحد بقول له بكام، قال لي هيعمل 8000 جنيه، انا جيت جبته هنا ب 1000 ونص. باب البلكونه قال لي 13000 جنيه. انا وريتكم الاسعار تبدا من 3 حاجات روعه، والله العظيم ما هتندموا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولو عجبكم الفيديو عايزاكم تشتركوا في القناه وتعملوا لايك.